ارحب بكل مشاهدينا الكرام في ملخص الشوط الاول للقاء فريق الرجاء الرياضي البيضاوي امام الجيش الملكي. لقاء الكلاسيكو الذي يقود الحكم رضوان جيد. بدايه كانت قويه للمباراه. فريق الرجاء كان سباق لتهديد مرمى الحارس مهدي بن عبيد، يوصل بوزوق تمريره والراسيه اللي محمد زريده ما كانش بالشكل جيد. اول فرصه واول محاوله لفائده فريق الرجاء وردة فعل واضحه لجوزيف ديماور. فريق الرجاء الذي سينجح في الحصول على ضربه جزاء بعد تدخل امام نوفل الازروني. نتابع مره اخرى انطلاقه وانسلال ديال نوفل الازروني، الدخول داخل منطقه جزاء. المدافع زوير مرور يرتكب الخطا والحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق وجه لوجه الحارس مهدي بن عبيد، واولى اهداف يسري بوزوق هذا الموسم بقميص فريق الرجاء. الرجاء اللي كياخذ التقدم في المباراه. بعد ذلك انتظرنا ردة فعل ديال فريق الجيش الملكي. هنا الرأسية بعد تمرير منصف العمري. الحكم سيلجأ لتقنية الفار ويعلن بأنه كان هناك لمسة يد من طرف المدافع اسماعيل المقدم وضربة جزاء نبرة لها ربيع حريمات الذي يضع الكرة في الشباك، وهدف التعادل لفائدة فريق الجيش الملكي بطريقة فنية وبطريقة ممتازة من العميد ربيع حريمات. فريق الرجاء سيعود لتسجيل الهدف الثاني وانه ياخذ تقدم في هذه الجولة الأولى. مرة أخرى انطلاقة وانسلال لنوفل الازروني، مراوغة ممتازة، التمرير باتجاه اللاعب يسري بوزوق الذي ينجح في وضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. لاحظوا الانسلال لنوفل الازروني، يمرر عند يسري بوزوق، والهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء. محاولة ممتازة، مراوغة وعمل كبير ومجهود كبير لنوفل الازروني الذي يهدي كرة طبقة بالذهب ليسري بوزوق الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني. هنا خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء. عبد الله خفيفي يتدخل امام فتح حذرف والحكم يعلن الخطا وورقه حمراء للمدافع عبد الله خفيفي. وبالتالي الرجاء يكمل اطوار هذه المباراه ب10 لاعبين. هنا محاوله زين الدين الدراك يسدد كره تمر جانبا لتنتهي اطوار هذه الجوله الاولى بتقدم فريق الرجاء بهدفين، هدف واحد. الجولة الثانية من لقاء الرجاء أمام الجيش الملكي. ولا المحاولة لفائدة فريق الجيش الملكي اللي يحاول يضغط بقوة من أجل الوصول لمرمى الحارس أنس زيتي، هنا بواسطة طوغولي إسماعيل أغورو. المدرب جوزيف زيمباور حاول انه يغلق كل المنافذ في الوقت لفريق الجيش الملكي. دخول امين زحزوخ، دخول زكريا الهبطي وكذلك علاء الدين اجراي. هنا فرصة بواسطة عبد الصمد البدوي، ولكن تدخل ممتاز للحارس مهدي بن عبيد. كان البحث على المهاجم العراقي ايمن حسين. قراءة نصر الدين النبي كانت قراءة ناجحة، خصوصا بدخول زكريا الهبطي. هنا محاولة كانت المطالبة بضربة جزاء، الحكم طالب بمواصلة اللقاء. تواصلت محاولة فريق الجيش الملكي. زكريا الهبطي طريقة ممتازة يتمكن من وضع الكرة في الشباك، وهدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. زكريا الهبطي اللاعب السابق لفريق الرجاء ينجح في تعديل الكفة لفائدة فريق الجيش الملكي بطريقة ممتازة، يهزم الحارس أنس الزنيتي. مرة أخرى نتابع من زاوية أخرى التمريرة لزكريا الهبطي الذي تمكن من التوغل داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك. كبير لاعبي فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي اللي يحاول إضافة هدف ثالث. هنا فرصة بواسطة لاعب أمين زحزوح وتدخل الحارس أنس أزنيتي. قراءة التقنية للمدربين زيمباور ونصر الدين النبي لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي هدفين مثل ما بين الفريقين.